اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من استوديو اكس بودكاست باورد باي فاي ايجيبت اند امباور. ومنورني النهارده طبعا دكتورتي الجميله دكتوره سلمى. ازيك في الجزء الثاني يا دكتوره سلمى؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. احنا كنا قفلنا الجزء الاولاني ان حضرتك كنت في البنك الاهلي، مظبوط. صح كده؟ دي حقيقة. قعدتي معاهم قد ايه؟ قعدت معاهم 2 سيزونز يعني سنتين. وبعد كده عشان ظروف الماجستير بتاعتي يعني طلبت ان انا اتنقل ابقى ماسكه الاكاديمي، بس يعني سبت الفيرست تيم بس. فانت رحتي واخده باك ستيب كده شويه دي عشان حقيقة. خاطر توسع لك مساحه، عشان اه خاطر في الماسترز بتاعتك والكلام ده كله، صح دي كده؟ حقيقة. حلو قوي. حسيتي بفرق بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي قدامي واحده اشتغلت فريق هاندبول، فريق فوتبول، واكاديمي. مم. حاسه في فرق في الثلاثه؟ طبعا في فرق. اصابات الهاندبول مختلفه شويه عن اصابات كره القدم. الهاندبول اصاباتهم بتبقى اكتر في الكتف، في الايد، في الريست، في الصوابع. طبعا غير اصابات الانكل بقى والركبه، كل الكلام ده بيحصل برضو، بس الريت بتاعها بيبقى اقل شويه. اصابات كرة القدم بتبقى اكتر في الركبة، في الانكل، ماشي. ما بيحصلش اصابات كتيرة قوي في الكتف الا لو حاجة اجريسيف قوي، حاجة جامدة قوي، عملت مثلا خلع، عملت حاجة، كل النادي الكلام الاهلي ده. كده محسود يا جماعه. النادي الاهلي كده محسود. انا عايز اقول لك ان الاهلي عنده فردتين فيهم مشكله في الكتف، محمد الشناوي ورضا سليم. ما لا يعني مش عايز اقول الموضوع لك يعني. الم... ده احنا السلام عليكم كده الصبح، النادي الاهلي ده على طول السلام عليكم الصبح في اصابه في الكتف على طول. هي مشكلة كمان اصابات اذبحوا، اذبحوا يا جدعان، عشان كده عيب قوي. مش معلش، ما احنا ده واضح الفرقه محسوده لما انت تقولي اصابات الكتف دي من النادر انها تحصل، ونلاقي في اتنين لعيبه من اهم اللعيبه في مصر. مش نادر، بس هي واردة كمان بالنسبة لجول كيبر، بتبقى واردة. بس انا بتكلم على الناس اه، بقى ما اللي بصراحه جوه محمد تحت. الشناوي جون. طب كويس خلاص. الحمد لله، امان. امان بس يعني. اذبحوا برضه احتياطي، هتفكوا النحس يعني. ف احنا وقفنا عند الاصابات بتاعت الكتف. تمام. قلتي لي ان اصابات الكتف بتبقى قليله في القدم عكس الهاندبول، دي صح حقيقة. كده؟ عشان بتبقى استخدامهم اقل شوية. هما الهاندبول بيشتغلوا اكتر على الثروينج او حدف كورة، فده بيسبب لهم مشاكل كتيرة قوي، بالذات ان كتير منهم ما بيهتمش بتقوية ظهره، ان هو ازاي كتفه اصلا يبقى بيشتغل بشكل كويس، لان الكتف بيبقى ليه سيكونس كده معين في الحركة. فبسبب القعده الغلط والمدرسه والدروس والموبايل وكل الكلام ده، بيبدا عضلات الظهر ان هي تضعف، وبيبدا السيكونس ده يتغير مع لعبه فيها ثروينج كتير او حدف يعني كوره كتير. الكلام ده بيعمل اصابات كتيره قوي في الكتف. ده ماشي. بالنسبه للهاندبول. ده الهاندبول. اه القدم بقى؟ القدم بقى، احنا عندنا انكل شغاله الله ينور. ولا مكتبي ورايا ست الكل. الانكل شغاله الله ينور. طبعا بسبب حاجات كتير. الجزم، الملاعب. الجزم دي قصه كبيره. دي حقيقه. دي قصه كبيره، معرفش ازاي يعني المديرين الفنيين ما بياخدوش بالهم من الحاجات دي. يعني ازاي اصلا المدير الفني بيسمح للاعيبه تنزل ارض الملعب ومش لابسه الجزمه المخصصه لنوع الجيله اللي بيلعب عليها؟ لا، جزمه وشراب ايه الاتنين ده، الشراب مهمين. بيفرق؟ طبعا لازم الشراب نفسه يبقى فيه جريب من تحت عشان يمسك كويس جوه الجزمه، لان لا والله. طبعا. ايه ده، انا اول مره اعرف المعلومه دي. لا، دي مهمه جدا. ناس كتيره قوي بعد ما بتلبس الجزمه بفتره، الجزمه بتبدا توسع عليها، فحاجه زي كده وهي لابسه شراب عادي بتبدا ان هي لا، هي رجلها مش مظبوطه جوه الجزمه. بما اني كان عندي جزم كوره يعني، فانا عارف ان جزم الكوره من جوه من عند النعل بيبقى فيها تجعيدات معينه عشان الموضوع اللي انت بتقوليه ده. مم. يعني انا طول عمري لما بلبس الجزم اللي هي بتاعت الماركات العالميه، يعني اللي مم. هي نايكي وبوما واديداس، مم. ما كانوا عندي يعني. خلاص، ولغايه النهارده الجزمه النعل نفسه فيه جراب، انا فاهم يعني في حته عاليه واطي، اولا عشان تريح الرجل، يعني بتبقى فيها حته سفنج عاليه عشان خاطر تريح رجلك، عشان تاخد تطبيعه طبعا. رجلك من تحت. مم. لان كل واحد راحت رجله غير دي التانيه، حقيقه. فبيعملوها عاليه سن عشان خاطر لما انت رجلك وبيبقى زي ميموري فوم وحاجات مم. من ده، بتبقى حاجه يعني طبعا متصرف عليها. اه لان يا جماعه الجزمه دي ما بتبقاش يعني مش مبلغ صغير، دي حقيقه. بيتصرف عليها رقم كبير. خلاص، انا بكلمكم هنا برضو على الاوريجينال او حتى الهاي كوبي، يعني الاثنين بيبقوا يعني مش بنفس الكواليتي بتاعت الاوريجينال، لكن بقى فيها نفس اللي بقوله ده.
فالطبيعي انك النهارده الشراب اوريدي خلاص، ان هي اوريدي خلاص هي طبقت على رجلك. انا فكر كمان في شراب كمان ده زياده، انا اول مره اعرف لا عنه مش يعني. زياده، هو الشراب نفسه بيبقى من تحت انا في فاهم في بوينت سيليكون بتجريب بقى مع الجريب بتاعه الجزمه، فانت رجلك جوه هي خلاص ثابته. والله يا بنت الناس، انا لما حضرت وانا في سني وكنت بشوف اللعيبه اي مش حاجه، الصراحه، اي بس يعني حاجه. ده تطور كويس. لا التكنولوجي كويسه. دي حاجات مهمه جدا، والكلام ده ما بيبقوش البنات مدركينه اصلا. طب احنا محتاجين نجيب الشراب اللي فيه جريب من تحت، ومحتاجين بس المفروض الشراب الجزمه. ده اللي بيستلمه من النادي، يعني هو النهارده النادي اللي بيسلمه، هو مش بيجيبوا مزاجها يعني. لا انا بتكلم على الاكاديمي مثلا، اه فهي لسه جايه بتبدا تلعب، بتبدا الدنيا خفيفه. طب احنا محتاجين شراب معين عشان بس ما يحصلش اصابه، ما يحصلش حاجه. بس كمان السن الصغير لما بيحصل له اصابه بيتخض، اه طبعا. واهله بيتخضوا، بيبقى حوار كبير كده. فمنعا لكل الكلام ده المفروض السن الصغير نفسه يبقى عارف كل الكلام ده، او يتقال حتى للاهل انه في 1 2 3 احنا المفروض نبقى واخدين بالنا منهم، حتى لو هو مش هيكمل في الاصابه. بس طيب خليني ابدا معاكي بقى. انا راجل النهارده صاحب نادي يا ستي، حلو. خلاص. ماشي. دكتوره سلمى، فرق معاكي بالمفتاح، اتفضلي دوري الايه الجزء الميديكال. طيب انا عايز اعرف من اول ورقه، احنا هنفتح الكتاب اهو مع بعض، خلاص، عشان انا اللعيبه بتحب تسمع الكلام ده قوي بجد. هم سالوني والله، قالوا لي احنا عايزين نعرف النصائح العامه. هو كده كده في ناس بتتابعهم وكل الكلام ده، بس هم عايزين يبقى عندهم ثقافه زي اي واحده مجتهده عايزه يبقى عندها برضو كارير كويس. فانتهزوا فرصه نعرف ان واحده زي حضرتك ما شاء الله ليكي اسمك، يعني ناس كتيره جدا بقول لهم دكتوره سلمى معانا، ايه ده بجد والله، طب سلم لنا عليها. أنا بقول لك بره يعني مين اللي قال لك بقى، عشان بس يعني ايه بدون ذكر اسماء هنا. لكن فعلا احنا عايزين نفهم، هم عايزين عندهم ثقافه. انا النهارده من اول خلاص انا خلصت، انا بالنسبه لي السيزون خلص خلاص، فانا باخد الراحه السلبيه، صح. انا عايز اعرف بقى من اول الراحه السلبيه انا المفروض اخد بالي من ايه. في فترة الراحة السلبية ما بزودش قوي على نفسي في اي حاجة، يعني في لان خلي منهم. بالك في ناس بتروح الجيم، معلش انا اسف ان طبعا. قطعتك يعني. في ناس بتحب تحافظ وتروح الجيم، وفي ناس في الاول بتقعد طبعا ايه تقضيها اكل، وبعد كده الاسبوع الثاني تبدا تلم نفسها والايه، ولما تروح البري سيزون. لا احنا بنتكلم بقى في الاسبوعين دول انا المفروض اعمل ايه، سواء كنت بروح جيم او ما بروحش. هو في العموم الراحة السلبية 100% او ان انا خلاص قاعد مريح في البيت دي مش مفضلة اصلا خالص. لازم ابقى مدخل جزء اكسرسايز حتى لو خفيف، على الاقل عشان جسمي ما يبداش ان هو الفتنس بتاعته تقل جامد. ما بقاش في البري سيزون شغال على حاجه ماتت. لا انا محتاج يبقى في شويه فتنس، محتاج ابقى شغال بشكل خفيف، ريت خفيف خالص. عشان تفضل مع بس العضله بس ايه بالظبط. متجاوبه معايا، بس بالظبط. ما تنساش انها بتتمرن. مع نظام اكل كويس، يعني الفاست فود بيبهدل الدنيا. الناس اللي بيبقوا معتمدين جدا على الفاست فود فتره ان هي خلاص مريحه، فانا اكل بقى اللي انا عايزاه ومش عارف ايه. لا الموضوع مهم. السيزون بيبقى على بعض، حتى فتره الراحه بتبقى المفروض انكلودد في اللي انا عايزه. انا اللي انا هوصل له معتمد عليا من اول فتره الراحه. انا لو ريحت خالص فانا برضو لما هاجي هرجع مش قوي، هرجع نص نص. الريكفري عادة اللي هو الكامل، ان انا اعمل جلسة استشفاء كاملة للجسم بحجامة بكل الكلام ده، عادة بيبقى بيتعمل في الفترة دي. في فتره الراحه السلبيه بعمل حجامه. طيب ماشي كويس ماشي. علشان دي الفترة اللي انا مش هبقى ببذل فيها مجهود كبير. سواء بقى حجامة تشريطية او حجامة مش تشريطية، عادي في حجامة جافة. لازم بعديها ما بذلش مجهود كبير، ولازم ادي الفرصة للعضلات نفسها ان هي يحصل لها استشفاء علشان تبدأ تتجاوب معايا، يبدأ الكلام ده يجيب نتيجة فعلا. لكن لو انا اشتغلت وانا مثلا بري سيزن او جوه السيزن، لا انا هيحصل لي اصابات بعديها عشان ريحت جسمي قوي. يعني الحجامة مشكلتها ان هي بتريح الجسم قوي، او الريكفري عموما. لو انا هشتغل بقى على ريكفري فول بادي بريح بقى الجسم كويس، لا انا بريح الجسم قوي. فانا محتاجه الفتره دي ابقى انا ما ببذلش فيها نفس المجهود بتاع السيزن او حتى البري سيزن.
يعني انت قصدك تقولي ان انا محتاجه في فتره اللي هي الراحه السلبيه، صح كده؟ اه محتاج ان انا اتمرن تمرينات خفيفه، واكل اكل صحي او باكل ممنهج بشكل معين مع دكتور بالتنسيق مع دكتور التغذيه بتاعي، صح مظبوط. كده؟ اه وانا لو اعمل حجامه برضو يفضل، علشان خاطر لو في اي سموم او اي حاجه، بحيث ان انا بعد اسبوعين الجسم يرجع فريش بالنسبه لي، قابل بقى للاحمال التدريبيه بقى اللي هيحطها مدرب الاحمال، ويبدا يستحمل بقى التكتيك كوتشز بقى التمرينات التكتيكيه والكلام ده كله، يبقى خلاص يبقى الجسم خلاص بيتعود على الكلام ده، صح؟ مظبوط. لان انت اه شايفه ان لو هو ريح خالص هيرجع، هو مش بادي من الصفر، هو بادي قبل الصفر، دي حقيقة. فهيطلع عينه وهو ممكن يتعرض لاصابه، دي حقيقة. صح كده؟ مظبوط. فاحنا كده بننصح ولادنا وبناتنا ان حضرتك فتره الراحه السلبيه بناء على نصيحه الدكتوره سلمى ان حضرتك تتمرن تمرين ان شاء الله خفيف. احنا مش بنقول لك انزل الجيم بقى وارفع احمال خالص ويلا بينا خالص. ويلا نعمل فورمه الساحل، لا يا سيدي احنا مش عايزين كده، انت اصلا كنت عامل فورمه الساحل، احنا مش بنقول لك عايز، احنا عايزين حضرتك تحافظ حافظ عليها عليها بس. بس. فحضرتك تعمل ايه؟ تمرينات خفيفه وتعمل حجامه وتحافظ على اكلك، صح كده؟ مظبوط. حلو قوي. طيب انا بقى دخلت خلاص، احنا خلصنا الاسبوعين بقى اللي هم ايه، الراحة. سافرنا الساحل ونسافر في الغردقه والمتعوا والدنيا تمام، يلا بقى يا باشا هنعمل المعسكر المغلق عشان نبدا ايه، نستعد للسيزون الجديد. مظبوط. حلو. حضرتك بقى بتعملي ايه؟ انت شغلك بيبدا من هنا فين بقى؟ انك خلاص انت كده بتبداي تحتكي تاتشت، مظبوط. صح؟ بتبداي مع الفرقه بقى وبتبقي معاهم بقى في الكلام ده كله. فترة البري سيزن بتبقى اكترها مناقشة ما بين الدكتور ومدرب الاحمال، بحيث ان احنا نتناقش فهل الحمل ده هيبقى كويس على اللعيب ولا لا. في لعيبه مثلا كانت مبطله بقالها فتره مثلا بسبب اصابه، تمام، فلما هترجع في البري سيزن مش هترجع تتمرن نفس التمارين اللي بيتمرنها حد كان مكمل تمرين في فتره الراحه وجسمه اكتف. بنبدا ان احنا نحط بقى بلان، تمام، للاحمال بتاعتي لحد اول السيزن. البلان دي بتبقى مشتركه. يعني انتوا بتعملوا خطط زي خطط الخمسيه كده، مظبوط. صح؟ اه الخطه الاولانيه اللي هي مرحله من بعد الراحه السلبيه مم. لبدايه السيزون، اللي هي مظبوط. مرحله الاعداد كلها، دي بالظبط. بتحط لها خطه لوحدها، صح بالظبط. كده؟ حلو. المفروض برضو بتبقى منفصلة، اللي عنده مشكلة في إصابة أو كده بيبقى منفصل في الفترة بتاعة الأحمال دي، علشان لما نوصل لأول السيزن يبقى كلهم زي بعض. ما انتوا اكيد بتتعاملوا انديفيدوالي، مظبوط. صح كده؟ يعني اه. كل واحد بقى بحالته، اللي مظبوط. عنده بقى اصابه في الكتف، اللي عنده اصابه في رجله، اللي عنده اصابه مش عارف في ظهره، فمش عارف ايه في عضلات البطن، كل واحد بقى ليه كل طريقه تعامل الكلام ده معينه. بنبدأ نشتغل على كل واحد نقط ضعفه فين، ودي اللي بنبدأ نركز عليها، طبعا مع الشغل اللي هو الأحمال الطبيعي اللي احنا بنشتغل عليه. طيب انا النهارده جاي لك من بره، طب انت النهارده مثلا لعيبه جايه من اصلا باديه معاك السيزون اللي فات، فانت عندك الهيستوري بتاعتها زي ما حضرتك دايما بتقولي كواحده منظمه والدنيا تمام. طب انا بقى النهارده كواحد جاي لحضرتك اهو من اول السنه، تعاقد نادي ايمز ده تعاقد معايا خلاص، انا ما عنديش اي هيستوري، حضرتك اكيد ما عندكيش الهيستوري بتاعت اللاعب الجديد اللي داخل، مظبوط. تعملي ايه بقى؟ بنبدأ نقعد معاها نعرف الهيستوري بتاعها بكل التفاصيل. من اول طبعا احنا بنعمل انبادي نشوف نسب الفاتس والماسلز بتاعتها قد ايه، دهون والعضلات. الانبياضي ده فضاح زي الهيبه كده فضاح. بس مهم. طبعا بس مهم جدا. فضاح. كمان في ناس بتعمل ان هي بتبدأ تعمل قياسات مختلفة خالص عشان تشوف قوة عضلات رجليها، انهي اقوى انهي اضعف، لو كان عندها اصابة قبل كده. كل الكلام ده بنبدأ ان احنا نشوفه علشان يعني ما يبدأش نعرف ده بعد ما يحصل مشكلة. ايوه انا فاهم، يعني انت بتتعاملي من قبلها، صح كده؟ دي حقيقة. تبداي تروحي تشوفي تاخدي منه الهيستوري، بتتكلمي معاها تشوفي عندها ايه، وبتبداي تعملي لها فايلنج عشان خاطر تبقى انت عندك المعلومه لو في اي حاجه. بالظبط. عرفنا المعلومات، عرفنا كل حاجة، عرفنا كان عندها إصابة من فترة ما عملتش ليها تأهيل كويس، عارفين ان هي عندها مشكلة مثلا في عضلات معينة عايزين نعمل لها تأهيل كويس. كل الكلام ده خلاص عرفناه وعملنا له دوكيومنتيشن. نبدأ بقى نشتغل. حلو. يبقى خلينا نقول برضو عشان بس يعني نلخص الكلام، اللي في الفتره بتاعت بقى البري سيزون نفسها بيبقى هي معاها الهيستوري بتاعت حضرتك، طبيعي جدا، ده بالنسبه للعيبه اللي كانت معاها. اللي مش معاها بيتعمل لها فايلنج، بتتقعد معاهم بتشوف تاريخ الاصابات، لان هي يخصها الناحيه الميديكال بس يا جماعه، عشان بس متفقين، يعني مالهاش دعوه ده بيتمرن كويس ولا وحش، دي مش بتاعتها،
هي بس القصه بالنسبه لها ان حضرتك جات لك اصابه مش عارف ايه، اول ما بيرجع طب اكيد طبعا بتسالي اللعيبه، واحده وقعت بقى من طبعا. خبطت في رجل الكومودينو والكلام اللي ايه الجميل ده، صح كده؟ ايوه دي حقيقه. عشان يبقى عندها الهيستوري دي، لان كل حاجه بتفرق. يعني هي بتسال في اداء التفاصيل في فتره الاسبوعين دول، وبيتحط لك خطه طبيه عشان تحافظ على صحه حضرتك، عشان لما تخشي السيزون من اوله يبقى كلكم على زي ما بيسموها سيم ستيج كده، كلكم نفس الستارت، كلكم مؤهلين صحيا بالنسبه لها ان الدنيا تمام، صح كده؟ مظبوط. حلو قوي. بدانا السيزون. بدانا السيزون بنعمل ايه بقى؟ هنا الكلام بقى بيبدا يختلف، ريت التمارين بيبدا يقل، ضغط الماتشات بيزيد، الريكفري بيختلف. ايوه ده اللي بقى عايز اسال عليه، ده هو ده. بصي انا كل ده رايح عشان اسال حاجه معينه. ايوه انا لو عارف وانت عارف. صح. ها هنا بقى بنبدا نشتغل على الايس باث او بصي انا عايز اعرف معلش قبل ما نروح للريكفري بتاع الايس باث، انا عايز اعرف الريكفري الاول بيتم ازاي في مرحله البريباريشن، مرحله الاعداد. في مرحله الاعداد بنبدا ان احنا عادي ان احنا نشتغل مساج، نفك العضلات، ممكن برضو نشتغل بنيدلز عادي، ممكن نشتغل بحاجات تريح العضله شويه بس مش 100%، علشان مرحله انت عايزه الاعداد طول الوقت تفضل طول الوقت العضله مجهزه جاهزه نفسها علشان وريدي. بالظبط، علشان الاعداد ده بيبقى جرادوال كده بالتدريج كده لحد ما نطلع للبيك او اقصى حاجه وصلنا لها بتبقى قبل السيزون على طول. فاحنا مش عايزين الدنيا تريح مننا وبعدين نرجع من الاول، تريح ونرجع من الاول، لا احنا عايزين نمشي الفتره دي فوق بعض. فما ينفعش ان احنا نريحها 100%، بس بنريحها. لو في اصابات او كده، شد مثلا مش عارف ايه كل الكلام ده، لا بنبدا ان احنا نشتغل عليه بشكل احسن شويه من لما نيجي نشتغل جوه الموسم. طيب ما بروحش خالص الايس باث صح ولا ممكن نلجأ له كده؟ ممكن نلجأ له لو انا مثلا انا عندي حاجه النهارده وعندي تمرين تاني بكره والتمرينه مهمه لما في حمل زياده بالظبط. عشان لازم ارخي بقى العضله شويه مظبوط عشان تعرف تستقبل بكره تاني يوم. مظبوط. حلو. لكن بقى لما بنروح بقى خلاص احنا كده خلصنا مرحله الاعداد، انا بقى دلوقتي خلاص عندي ماتش ولعبت تمرينتين وثالث مره لعبت الماتش، الاستشفاء بقى بيتم ازاي؟ او الاستشفاء اصلا وقت التدريب في التدريب بيتم استشفاء برضو بالايس باث ولا التدريب عادي مساجات وبتاع؟ لا هو المفروض برضو يبقى في ايس باث، لان جوه التمرين بيبقى فيه يعني احتكاك وعنف بقى خلاص، انت بنرفع بالظبط، الاحمال احنا وبننزل بنتاكل بقى مع بعض، عاملين تقسيمه بيتاكلوا بيشتغلوا تاكلينج كتير، فلا معرضين برضو ان هم يتصابوا. الاصابات ما بتبقاش جامده زي اصابات الماتشات، بس لا في اصابات وفي كدمات كتير والموضوع بيبقى كبير. ففي الحاجات اللي زي دي بنبدا بقى ان احنا نشتغل على الايس باث. بتنزل الايس باث كده دقيقتين 3 تمام. الحوار ده بيبدا يشتغل ان هو يقلل لي الالتهابات اللي حاصله بسبب اصابات، عندها اصابه عندها مشكله في حاجه، لا يبدا كل الكلام ده يهدى يقل. ده طبعا غير البنفيتس التانية بتاعته، يعني هو ليه اوريدي فوائد تانية سايكولوجيكال، وان هي بيريح الجسم عموما، بيقلل من الاصابه مثلا بالبرد، بكل الحاجات اللي هي اللي كمان بتحصل جوه الموسم برضو ما بيبدا. احنا بنبقى التمرين بالليل الماتش بالنهار، فالبنات ساعات كتير بتاخد شوك كده والناس كلها عيانه، الفرقه كلها عيانه، والفرقه كمان بتعيا بسرعه كلهم مع بعض. طبعا بقى ما انت في مكان واحد، فطبعا العدوى بتتنقل بسرعه. بالظبط. فالايس باث ده بيحسن كمان الاميونيتي بتاعتهم او المناعه بتاعتهم، علشان كل الكلام ده يهدى، الموضوع بيبقى اهدى كتير. ده بالنسبه للايس باث. بنشتغل ريليز لو الموضوع فيه شد محتمل، او نقدر ان احنا نلحقه على طول جوه الموسم، غير لو انا دلوقتي عندي اصابه وعايزه احافظ على البروجريشن او الحاجه اللي انا وصلت لها، انا اشتغلت معاها تاهيل شويه وعايزه احافظ على الحاجات دي. ممكن ابدا ان انا الزق كينيزيو تيب او التيب اللي هو الازرق والاخضر. انا عايز اقول لك انا بشوف نام الجمعه بشوف نام الجمعه ده هي طول الوقت حاطط لي واحده هنا اهو وحطيت لي واحده هنا عند فخدته. ايوه. وماشي لي كل شويه لدرجه انا قلت ايه ده يا عم، عامل وشم. لا هي الفكره التيب ده بيبقى طبعا يا جماعه ده تيب اصلا طبي يعني، عشان بس احنا واحد بس كان بيهرج يعني. الكينيزيو تيب ده بيبقى ليه استخدامات مختلفه.
ممكن استخدمه علشان ابدا ان انا اهدي العضله شويه عاده، بسبب القعده على التليفون والمذاكره. طبعا هم عشان ده مدرسه زي لزقه النمر كده. ايوه حاجه شبه كده، بس لا ما بتديش حراره. لزقه النمر، انا فاهم أه. لا بس انا بقرب للناس الفكره يعني. بسبب المدرسه مع التمرين بيبدا ان هم الوضع بتاع القعده بتاعه المذاكره بيبقى مش احسن حاجه، بتبدا العضلات بتاعه رقبتهم تبدا تشد بشكل مبالغ فيه. فبنستخدمه بطريقه معينه بحيث ان احنا نخفف شويه التنشن او الشد اللي حصل في العضلات دي. في العضلات اللي فيها اصابه برضو بنستخدمه بطريقه مختلفه خالص، بحيث ان احنا يعتبر بيحل محل العضله شويه. يعني العضله دلوقتي بتاعتي كانها دعامه بالظبط، خلينا نقول كده، دعامه خارجيه مؤقته لغايه ما تظبط العضله. مظبوط صح كده؟ مظبوط. العضله مثلا بتاعتي شاده شويه مش عارف ايه كل الكلام ده، لا بنبدا نحطه بطرق معينه مختلفه نريبليس بقى الحوار ده، الشد اللي في العضله ده يبدا يخف شويه ويبقى متحول كله على التيب. على التيب ده طبعا غير ان انا ابقى مثبته المفصل شويه. لو حد عنده مشكله مثلا في الركبه، حد عنده مشكله في الانكل، ان انا ابقى مثبتاه بطريقه معينه او مثبتاه بشكل معين ان انا ما يحصليش اصابه تاني على الرباط اللي اتصاب. برضو ده من ضمن استخدامات الكاينيزيو يعني احنا الاستشفاء بيبقى عباره عن، خلينا نقول كده عشان بس برضو نلخص للناس، الاستشفاء في مرحله الاعداد بيكون عباره عن شويه مساجات، تمرينات تفك عضلات خفيفه علشان خاطر، صح كده، شويه عضلات خفيفه عشان خاطر بس نحافظ على ان العضله تفضل طول الوقت متجهزه للتمرين. وممكن كل فتره لو عندنا حمل تاني يوم زايد بنشتغل بالايس باث، صح كده. هو يستحسن كمان الايس باث لازم يتعمل بعد الماتش. انا فاهم انا قصدي مثلا بعد ماتش ودي، عندنا مثلا ماتش ودي وتاني يوم فيه تمرينه فبنستخدم الايس باث. في مرحله الماتشات بقى احنا بنستخدمه اكتر بعد الماتشات عشان خاطر ده بيروح فاكك العضله خالص. بس الناس بتعمله ازاي ده؟ عارف يا سما بصراحه يعني انا حاولت افكر ان اعمله مره مش قادر. الموضوع تعود. هو ناس كتير على فكره لعيبه كتير من اللي انا بنزل اتكلم معاهم يقولوا لي كده، قالوا لي هو موضوع تعود، انت اتعودت هيبقى ادمان. دي حقيقه. اصل انا بشوف احمد حسن، ميدو، عصام الحضري، الليجندز دول بشوفهم بيعملوه يعني ماشي. الفكره ان هو كمان بيدي رش كده ادرينالين، زي لما حد يعمل حاجه حلوه قوي ويتبسط بيها قوي، نفس الفكره، نفس هو ده اللي بيحصل. ده الجزء الكيميكال بقى اللي بيحصل جوه المخ. لا هو فجاه الجسم كله مبسوط، فجاه انت حاسس ان انت مرتاح، لا عندك، انت عايش، عندك طاقه، عندك كل الكلام ده، فلا انت بتدمن الاحساس ده. فاللي هو لا انا عايز اعمله تاني، حتى لو انا في الاول هبدا ان انا احس ان انا لا مش عارف ايه لا، لما مسافه ما بتجربه وتبدا تفهم اهميته وتحس الاحساس اللي هو الكويس اللي انت بتحسه بيه، لا بتبقى عايز تكمل يعني. طيب انا دلوقتي لا قدر الله في نص السيزون، هل بدايه السيزون بتفرق معايا في نص السيزون في اخر السيزون في طريقه العلاج ولا تمام؟ يعني بالنسبه لك انت كده هي بروسيس واحده ما بتتغيرش؟ هي كده بتبقى بروسيس واحده، بس بتفرق في انه انا عندي في نص السيزون بيبقى في ضغط ماتشات. يعني ساعات في ماتشات كتير بتيجي على بعض في وقت كده في نص السيزون، بيبقوا بيلعبوا ماتشين في الاسبوع مش ماتش واحد، فده لا بيأثر جامد. في الفترة دي بقى اللي بنبقى مقلقين فيها من الإصابات جامد، يعني اللي هو لا احنا محتاجين نحافظ على كل حاجة علشان ما ينفعش نريسك بماتش عن ماتش، لا احنا لازم نبقى كلنا كويسين. فلا في الوقت ده بيبقى العلاج بتاعي انا بيبقى مكثف شوية، بحيث ان انا الحق الموضوع بشكل اسرع علشان ما عندناش وقت خالص ان انا مثلا اريح شويه من التمرين بس اشتغل تمارين في البيت، اظبط كل الكلام ده. بس ده بالنسبه للفرق ما بين اول السيزون ونص السيزون. لكن بالنسبه لك هو بروسيس واحده انت، بس القصه انك ممكن في وقت النص في نص السيزون بالنسبه لك زي ما بتقولي عشان يبقى في ضغط ماتشات اكتر، فممكن يكون المدير الفني محتاج اللعيب يجهز بشكل اسرع، فممكن تضغطي الموضوع بما لا يضر مصلحه اللاعب، صح كده؟ طبعا عشان بس الناس تبقى فاهمه. بس لا احنا بنحاول بس يا جماعه والله نوضح البديهيات دي، علشان بس في ناس بتتخيل ان ايه الدكتور بيتقال له خلص. على فكره يا جماعه الدكتور بيبقى في مكانه سلطان، دكتور في العياده بتاعت الجهاز الطبي ده سلطان بجد. ودينا ابسط مثل او اشهر مثل عشان بس الناس بس تجمع معايا دايما، موضوع محمد صلاح لما اتصاب في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت اللي كانت بتلعب،
اللي اقر ان محمد صلاح احسن له انه يتعالج في انجلترا على فكره مش المدير الفني، مش فيتوريا، اللي اقر ده كان دكتور محمد ابو العلا. مظبوط. الناس بقى فاهمه غلط، وخدت الميديا خدت الموضوع في اتجاه تاني، وان ده باسم مصر راجل، ومع ان الراجل طلع على فكره ووضح، دكتور محمد ابو العلا ليه مني كل التقدير والتحيه طبعا، وضح وقال ان يا جماعه انا شفت كرأي طبي ان الاحسن ان هو يروح يتعالج هناك، لان هو قعدته زي عدمها بالنسبه لنا، مش علشان حاجه، هو طبعا قائد وليه مهمته ودوره وكل حاجه، لكن احسن له انه يروح على امل، على امل لو هنلحق، لان طبعا الاجهزه في انجلترا اكيد معده في مكان احسن من كوتيفوار. يعني احنا كنا ممكن نقعد نخش في الديبيت ده لو في مصر، انا اتفهمه بصراحه، يعني ممكن اتفهم كان الديبيت ده لو حصل في مصر، ان البطوله في مصر، فمصر ممكن النهارده عندها الامكانيات والحاجات دي، انما مع احترامي لكوتيفوار وكل حاجه، هو شاف في المكان اللي هو فيه ان الاعداد واعاده تاهيل محمد صلاح مش هتبقى بالصوره المثلى زي ما يروح انجلترا. فيعني عشان بس فاهمين بس الموضوع بيروح فين ويجي منين، يعني عشان يعني ايه، هي احنا كمان لازم نصحح بس المفاهيم دي عند الناس. مشكلة البطولات اللي بتبقى في أفريقيا بالذات، ما بيبقاش هناك متاح كل الأجهزة وكل الحاجات اللي تساعد إن أنا أعمل تأهيل 100%. الفرقة بتبقى واخدة معظم حاجاتها معاها، بس لأ، إن الموضوع يتعمل في مركز كويس ده للأسف ما بيبقاش موجود يعني في دول كتير في أفريقيا. فلا بيفضلوا طبعا ان هو يا اما نأهل عندنا يا اما نأهل بره، لو حد يعني بره اصلا، لا نأهل بره احسن، بدل ما نبقى نحطه في ريسك ان في مكان مش هنطلع بنتيجة كويسة. طيب في اخر السيزون هل في حاجات بتتاخد وقائيه، او تمارين وقائيه او تعليمات وقائيه علشان خاطر الناس تاخد بالها عشان تقفل السيزون قفله كويسه، ولا خلاص انت كده كده اوريدي ماشي على التراك ونفس الاحمال، فخلاص انا بالنسبه لا لي احنا لو لا قدر حصل لك اصابه بس بتدخل، لكن قصدي يعني في مثلا نصيحه، في تيبس بتتقال، في اي حاجه كوتس، اي حاجه بتتقال لهم عشان خاطر ياخدوا بالهم، ولا خلاص هو بالنسبه لي طالما انت سليم انا ما عنديش مشكله؟ عشان انت عارفه دايما بروحات اخر السيزون خلاص خط النهايه، خلاص انا هوصل للاخر، فممكن اللعيب يبدا يتساهل مش عارف ايه، فاهمه الفكره؟ ففي تيبس بتتقال الكلام ده، ولا خلاص طول ما هو ماشي سليم خلاص انا ما عنديش مشكله؟ لا، هو احنا كده كده نفس التبس هي اللي بنقولها. اه هي نفس التبس، في انه حصل اصابة، حصل مشكلة، حصل حاجة، بنبقى ماشيين على سيكونس لدرجه ان هم خلاص حفظوا ان احنا بعد الماتش اما اجي اكلمهم، حاضر يا دكتوره هنعمل كذا 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 كذا، حاضر هنعمل كذا، قبل الماتش حاضر هنعمل كذا، فهم خلاص حفظوا وتعودوا على السيستم ده. نقطه بقى ريسك الاصابه في اخر السيزون، ماشي، ده بيبقى بقى معتمد على الشخص اللي تساهل بقى في النص. يعني لو حد تساهل في النص ومهتمش قوي بالكلام اللي اتقال له جوه السيزون، في الكلام بقى اللي احنا بنتكلمه بعد الماتش هنعمل ايه، قبل الماتش هنعمل ايه، كل الكلام ده اللي بيبقى فيه ريسك ان احنا نتصاب. عشان كده احنا بنبقى طول الوقت متابعين، احنا طول الوقت يعني تقريبا فوق دماغهم بكل المقاييس. طيب يبقى عندي سؤالين مهمين جدا. لو طبعا انت عارفه ان اغلب بنات، وانا هسالك اكتر شويه السؤالين الجايين او الثلاث اسئله الجايين معلش يعني لو تسمحي لي، يعني عن الكره النسائيه اكتر، عشان هو دايما يعني اللي عندهم دايما اسئله كتير، كان دايما هو فعلا سالوها لي. الانيميا مشكله تواجه اغلب لاعبين مصر، وعلى فكره الانيميا دي عند الولاد والبنات، عشان بس يبقى متفقين، بس عشان بس يعني انا ما بحبش احط راسي في الرمله واقول لك الانيميا عند البنت عشان ما بتاكلش كويس وشاف، لا موجوده عند الولد والبنت. فالولد النهارده او البنت، اللاعب خلينا نقول اللاعب او اللاعبه اللي عندها انيميا، تنصحيها بايه علشان خاطر تبدا تعالج المشكله دي؟ احنا عادة الأدوية بتبدأ ان هي تبقى يبقى دكتور بشري هو اللي متابع الموضوع ده، موضوع الأدوية بالذات بتاعة الأنيميا. بس اكيد بالتنسيق معاكي طبعا، عشان خاطر انت فاهمه اوقات بيبقى في ادويه فيها نازله جدول ممنوعه مش عارف طبعا ايه، كل الكلام ده شرب منشطات والكلام ده. طبعا كل الكلام ده احنا كلنا بنبقى يعني متابعينه مع النظام الأكل مهم ولازم الالتزام عليه كويس، عشان ده فعلا اللي بيفرق. احنا المشكله في مصر عموما ان احنا ما بنبقاش مدركين انه بلاش تواضع يا سلمى، كل حاجه لازم تتم عن طريقك، انت ليه محساني ان الموضوع عادي هنا يتم هنا وهنا؟ ما انت ما تقولي يا ماما عادي على فكره. لا، ما احنا جزئيه من احنا في جزء كبير احنا اللي بنتعامل فيه، مش كل الفرق بيبقى عندها دكتور تغذيه.
فاحنا بنقوم بالدور ده. ايوه كده الدكتور النفسي يا جماعه والله العظيم بتعمل كل حاجه دي 7 صنايع والبخت ضايع دي، انا مش عارف في ايه يعني التأهيل النفسي كل حاجه. اصل حضرتك دكتور نسيم بيعمل مش عارف ايه، طب ما انت بتعملي كل حاجه، ما تقولي بتعملي كل حاجه، مكسوفه ليه؟ انا مش مكسوفه والله. ماشي اوكي معلش قلت بس صحصحها معايا بس. لا تمام. جزئيه التغذيه احنا بنبدا ان احنا نظبطها، نحط بلان كده محترمه كده، ان طريقه الاكل هتبقى عامله ازاي، هناكل ايه قبل الماتش، هناكل ايه بعد الماتش، هناكل ايه في الوجبات العاديه. نبدا ان احنا ندخل حاجات تحسن لنا بقى نسبه الهيموجلوبين القليله دي. بس هو اوريدي في نقص فيتامينز يعني عند الناس كلها، بيبدا يظهر اكتر في الناس اللي بتلعب رياضه علشان بتبذل مجهود اكبر. طبعا. هنلاقي اللي عنده انيميا هنلاقي عنده نقص في فيتامين د او فيتامين دي مع نقص كالسيوم، فالدنيا هي نفسها بتبقى طول الوقت موجوعه، طول الوقت انا حاسه انا دايخه، حاسه انا مش عارف ايه، كل الكلام ده. فلا كل الكلام ده بنبقى متابعينه ودوكيومنتد برضو. يعني من ضمن برضو يعني بتحط لها، يعني بالاخر نقول ان بتحط لها خطه نيوتريشن صح كده، بتبقى تحت اشراف حضرتك علشان خاطر برضو نعالج المشكله. احنا مش بنفضل سايبينها صح عشان تفضل توصل لمرحله خلاص مبقاش في انيميا صح كده. طيب حلو قوي. خليني اسال بقى السؤال الثاني معلش. المرحله طبعا البنات انت عارفه بيجي لها اوقات البريود والصحه النفسيه وبتاع، وانا هنا اكيد ما بسالش عن الاهتمام ما بيطلبش، ولو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك صح كده. حلو قوي. احنا بنسال على حته ان النهارده حضرتك بتتعاملي ازاي صحيا في الموضوع ده، لان انت عارفه ان البنت طبعا بتبقى ممكن يجي لها حاله همدان نفسيا، مش قادره تلعب الحاجات دي كلها، فانتوا بتتعاملوا ازاي مع القصص دي؟ ما هي كل الحاجات ده بيحصل، كل الحاجات دي بتحصل. ف يعني نفس اللي انا قلته في الاول، الحمد لله انه ببقى انا الى حد ما بنت فقريبه منهم، فهيجوا يثقوا فيا، يجوا يقول لي يا دكتور انا لسه عندي البيريد دلوقتي وتعبانه مش قادره مش عارف ايه، كل الكلام ده. وقت البيريد في اول يومين 3 المفروض ان تبقى الاكسرسايز خفيفه عليها هي علشان تبدا ان هي تقدر تدي فيها. لكن لما بتبقى التمارين تقيله قوي ببدا ساعتها ان انا اتدخل وابدا اكلم الكوتش، كابتن احنا عندنا في 1 2 3 واحنا محتاجين نريح. لا حياء يعني في العلم خالص، لا حياء في الدين، لا حياء مع الايه مدربين كرة القدم. دي حقيقة ما فيهاش والله انا لا لا ما هتتعب. ايوه هتتعب وتدوخ وتبقى مش قادرة تدي في التمرين. ناس كتيرة منهم اللي بتكسب مثلا ان هي تيجي تقول فتبقى مش متضايقة كويس في التمرين، فالكابتن يكلمها بطريقة يعني تبقى هي متضايقه، اللي هو انا مش عارفه اعمل ايه. طبعا غير الهرمونز اللي بتبقى مأثره عليها فتخرج ثقافه الشعب ما بتخليش الموضوع سهل ان حد واحده تروح تقول كده يعني. خلي بالك برضو يعني، واحنا برضو في دوله برضو ده وضعها يعني لينا قيمنا ولينا تراثنا، فالموضوع ده مش سهل يتقال. خلينا واقعيين يعني. مزبوط. بس لازم يا بنات تغيروا من ثقافتكم يعني، على الاقل يا سيدي زي ما بنقول دلوقتي حضرتك بلغ الدكتوره والدكتوره هتقوم بالتبليغ. مظبوط. خلاص عندنا 2 3 لعيبه في الاحمال بتاع هو اللي هيقوم بالقصه دي. هي الفكره كمان ان انا لو انا ما عرفتش ان انت دلوقتي عندك بيريد دلوقتي، البيريد بتحط ريسك ان يحصل اصابات في الاربطه اكتر، تمام؟ فانا لازم ابقى واخده بالي من ان انت ممكن تتصابي بشكل اكتر يعني، فلازم حاجه زي كده انا ابقى عارفاها عشان ابقى مبلغه الكوتش، متابعاكي انت شخصيا بتعملي ايه. لو عملتي حاجه مثلا فيها تاكل جامد، لا نرجع كده ستيب لورا، لا استني واحده واحده على مهلك علشان ما يحصلش اصابه. جوه ماتش بنبقى لو حد عنده مثلا كان عنده اصابه قبل كده والموضوع لسه ما تاهلش بالكامل، لا بنبدا ان احنا نربط كويس قوي علشان احنا عارفين ان في الوقت ده في ريسك جامد ان هي تتصاب. هي مفيش مشكله انها تلعب وقت البيريود صح كده؟ مفيش مشكله يعني، مفيش مشكله طبيه، مفيش مانع طبي، مفيش مانع اي حاجه صح كده؟ عادي يعني. هي القصه بس كلها ان بس يتم مراعاتها تدريبيا عشان خاطر تفضل احمالها محافظه عليها عشان لما تنزل الملعب مبقاش في مشكله صح كده؟ دلوقتي اصابه الصليبي، انت عارفه ان اصابه الصليبي دي اصابه يعني مشهوره عندكم جدا يعني. امنيه سمير ربنا يشفيها حبيبه تقريبا عندك، في حد في الزمالك او شهد، في كذا لعيب في الزمالك اهلي انبي البنك الاهلي، بشوف لعيبه كتير جدا بيجي لها موضوع الصليبي ده. ايه اسبابه وازاي يعني يتلافوه، وانتي بتعملي ايه معاهم في وقت لما لا قدر الله حد عندك جاله اصابه من الاصابات الكبيره دي؟ لان اصابه الصليبي خلي بالك احنا مش بنتكلم في التوا وبتاع في اللي هو يومين 3 وهترجع تلعب، بتتكلمي من 6 شهور، وده خلاص موضوع تقريبا اسمع عن بروتوكوليا اتقفل بقى من 9 شهور لسنه صح كده؟ فبتتعاملي ازاي برضو نفسيا مع اللعيبه والكلام ده كله؟ مبدئيا ايه هي
العوامل اللي بتأثر اصلا ان انا يجيلي صليبي. طبعا في حاجات ما فيهاش نقاش، حد عمل تاكل بغباء شويه ف خلاص اتعامل بشكل دايركت مع الركبه، فخلاص دي ما فيهاش تحرك نقاش. حركه فجائيه عكس اتجاه الركبه بتاع الجسم. لا لا لا، حد ده عادي. دخل انا فيه فاهم. مش نيجي بقى لنقطة ايه اللي انا اقدر، اللي انا الحاجات اللي انا ممكن اعملها دي تخليني في ريسك ان انا اتصاب بصليبي. ان انا ابقى مش ما بعملش ستريتش كويس، ما بسخنش كويس، الحمل اصلا يبقى اوريدي محطوط زيادة. كل الكلام ده بيحطني في ريسك ان انا اتصاب بصليبي بشكل كبير يعني. طبعا ان انا ابقى مظبطه الجزم اه والملاعب. كله فرحان بالجزمه الجديده اللي جات له هديه، ملوش دعوه هتنفع للارضيه لا، الملعب يلعب عليها ولا الموضوع ده لا. مهم جدا. فكره ان الاستادز ما ينفعش يتلعب بيها على ملاعب صناعيه خالص. ده الموضوع ده مهم جدا. مشكلتها ان هي مسكت في الارض، وانا مش ده اللي انا عايزه، مش بالطريقه دي. فتيجي بقى البنت تتحرك فيحصل لها ان الركبه تتحرك عكس جسمها وتروح واقعه. تسمع التك على طول. وبعدين البنات لما بتسمع تك بتتسرع. طبعا. ف ده الرجاله يا بنتي طبعا. بيحصل لها حاله شوك. ايوه دي اصل انا حقيقة. كنت مره بلعب كوره مع اصحابي، وواحد صاحبي انا شفت الصليبي، يعني انا شفت قدام عيني اتنين صحابي حصل قدامي الصليبي، حصل قدامي. كل مره سبحان الله يبقوا جنبي واسمع التك، انا بسمع التك. فبالك هو بقى سامع التك ازاي؟ أيوة. يعني انا اللي جنبه سامع التك، هو بقى سامع التك دي ازاي؟ دي حقيقة. فطبعا لا موضوع يعني لا هو الموضوع كبير ولا يعني في ساعتها بنبدأ ان احنا نخرجها من الملعب خالص. خلاص خرجت، بنبدأ ان احنا نحاول ان احنا نهديها نفسيا عشان هي بتبقى مخضوضة. لو الوجع جامد مفيش فيه نقاش يعني. خلاص بتاخد حقنة مسكن حالا عشان نبدأ الدنيا تبدأ هي تهدى. تلج كتير. الصليبي ما بنعملوش اشعاعات الا بعد يومين علشان يبدأ الورم اللي جوه الركبة ده يخف شوية، عشان نبدأ نتأكد هل هو صليبي، هل هو إصابة في أربطة تانية، هل في أي مشكلة تانية. كل الكلام ده بنبدأ نستنى 48 ساعة وبعدين نبقى نعمل أشعة. عشان في ناس كتير بتبقى لما بنقول الكلام ده اللي هو ايوه يعني ايه معنى طبعا انا لازم ار بعد 48 ساعه عشان اتاكد له، ممكن مبقاش فيه بالظبط. واكمل حالات كده. في ناس كتيره قوي من الاهالي نفسهم اللي هو يعني ايه يعني ما اروحش اعمل لبنتي اشعه دلوقتي. لا مش هينفع عشان الاشعه مش هتظهر حاجه اصلا، مفيش حاجه هتبان. شبش يذكر يعني القصه دي حصلت زمان. كابتن محمد عماره، انا بتذكر انا مش فاكر غلط، كل التشخيصات في مصر قالت ان عنده صليبي. كان عنده مشكله في ركبته، كل التشخيصات في مصر قالت عنده صليبي. سافر المانيا عشان يعمل له عمليه، لما راح هناك قالوا له لا انت عندك صليبي. شاف عنده ايه انا مش فاكر نوع المرض، يعني مش فاكر نوع العرض اللي عنده، بس ساعتها اتقال له لا انت عندك صليبي، انت عندك حاجه تانية محتاجه علاج بطريقه تانية خالص. لان الدكتور هم راحوا لواحد واخد دكتوراه في الركبه بس. كان ساعتها مش فاكر كان اسمه امير هوف ولا مش فاكر اسمه ايه بصراحه، مش عايز افتي يعني. ومهم ان كابتن محمد عماره اتعالج على الوضع اللي الدكتور قال عليه وفعلا كمل. بس يعني انا بس بقول يعني عشان كده فكره انك فعلا بتعمل يعني بتاخد كشف المبدئي، وبعد ما العضله بتهدى والدنيا بتهدى ب 48 ساعه بتعمل لك RMI محترم علشان خاطر يبدا فعلا الدكتور ياخد ديسيشن ان حضرتك عندك ايه عشان يبدا يتحط لك برنامج علاجي. صح كده يا دكتوره؟ مظبوط. وبعد لما بنعرف بقى المشكله دي، بعد لما بنعرف ان في بقى صليبي بنبدا المفروض ان احنا بنأهلها كويس، نقوي العضلات بتاعتها قبل ما تدخل تعمل عمليه. بنشتغل على العضلات لان مشكله الجراحه حتى لو منظار، يعني دلوقتي بقى الصليبي بيتعمل بمنظار فتحات صغيره وبتاع، بس لازم العضلات بتاعتها تبقى قويه كويس بحيث ان هي لما ترجع ما ترجعش تبدا من الاول. بالظبط. عشان الالم والورم وكل الكلام ده بيضعف العضلات اللي حوالين الركبه. فبنعمل لها تاهيل المفروض قبل العمليه، بعدها بتدخل تعمل العمليه ونبدا بقى التاهيل من الاول. نبدا بقى نشتغل على تانية وفرد الركبه وكل الكلام ده. في تبس حضرتك تحبي تقوليها للاهالي، ابهات وامهات اللاعبات ياخدوا بالهم منها علشان نحافظ على صحتهم؟ اهم ثانيه واحده هنا حاضر. الشاشه العدسه الصغيره. حاضر. ماشي. اهم تب
لازم ان هم من وهم صغيرين نبدا ان احنا نظبط الاكل بتاعهم. الاكل يبقى كويس، مفيش حاجه اسمها اصل هي ما بترضاش تفطر، اصل كل الكلام ده لا، لازم الاكل يبقى متظبط. تاني حاجه انه مفيش حاجه اسمها انا بدات رياضه وهوقف، دي صعبه. مشكله الجسم الرياضي ان هو لما بيوقف بيضعف عن العادي. فانا طالما بدات رياضه لا، انا لازم اكمل، حتى لو مش هكمل في نفس الرياضه، ممكن اكمل في رياضه تانية، ممكن اكمل في الاخر جيم، مش مشكله. المهم لازم عضلاتي تفضل شغاله، ما ينفعش اسيب اكون قوي عضلاتي جدا وحد فعلا كويس وجامد جدا واروح مره واحده لا انا خلاص هوقف خالص. مفيش حاجه اسمها هوقف خالص في الرياضه. ودي حاجه مش يعني في مصر هنا مش ما بيبقوش مدركينها قوي، اللي هو خلاص هو هيجي بعد فتره عدى مثلا 27 28 انا هوقف رياضه. مفيش حاجه اسمها هوقف رياضه. طالما بدات رياضه هكمل، مش لازم اكمل فيها بس لازم اكمل، لازم احافظ على جسمي، كل الكلام ده. تمام. نتمنى لهم ان شاء الله كده يعني دوام الصحه والحال يا رب. نتمنى يا رب الملحوظات اللي حضرتك قلتيها دي تتاخد فيها الاعتبار من اللاعبات ان شاء الله. ويتفرجوا علينا على الحلقه كده عشان يعرفوا اللي ليهم واللي عليهم يعني. وبجد انا بجد والله العظيم يا سلمى انا اتبسطت ان انا قعدت معاكي لسبب مهم جدا بره بقى القصه دي خالص. ان حضرتك من الدكاتره القليلين اللي ما اتكلموش بالاكسبريشنز، وده نادرا ما يحدث. لازم تعمل مش عارف فارماكولوجي مش عارف ايه والحاجات دي لا، فهماني، لا خالص. فتلاقي الموضوع يعني مجعلص ونحتاج نقعد نترجم ونتعب خلق الله معانا. فبصراحه انت اتكلمتي يعني ايه على الطبليه زي ما بيقولوا، ودي حاجه مهمه جدا عشان الناس طبعاً. تفهم. بجد انا اتبسطت بالقعده معاكي أنا النهارده أكتر. والحديث معاكي، انا اكتر ان ويعني بجد نتمنى نتقابل في مره تانية يعني ونتكلم في حاجات تانية اكتر. شاء الله باذن الله. ما رضيتش ارقص عليكي وما طلبتش منك كواليس اهو، ها استعملي حسابك المره الجايه في الكواليس. خلاص ماشي. ماشي اتفقنا. في اللعيبه الفلانيه بقى واللعيبه العلانيه ماشي. ماشي. ودي خدت التوكه بتاعتي، انا احب الحاجات دي قوي، بقول لك ماشي. انا اموت في قعده النميمه عشان تبقي عارفه يعني. خلاص اتفقنا. ماشي. انا اتبسطت بجد والله العظيم النهارده كان معايا واحده بجد من اشطر الدكاتره بجد في عالم الكره النسائيه بجد. يعني انا شفت شغلها من على الطبيعه حاجه واللاعبات بيحبوها جدا سواء كان بتوع البنك الاهلي، انما يعني الريبيتيشن عنها لطيفه جدا. لما راحت الاكاديميه عشان هي عايزه البنت بصراحه تشتغل في الماستر، يعني هي اللي راح بمزاجها ماشي مش الزمن اللي وداها يعني، عشان بعد كده تبقى انا دكتوره بقى ست بقى يعني ايه معاها الدكتوراه كده، وربنا يكرمها ان شاء الله. بجد انا بتمنى لك كل التوفيق والله العظيم يعني يا سلمى، وتبقي يعني نشوفك كده ايه دكتوره المنتخب ربنا يكرمك. بجد والله بعد محمد ابو العيله. ها ماشي. ما تنسوش طبعا اللايك والسبسكرايب طبعا على كل البلاتفورمز اللي احنا مشتركين فيها سواء كانت فيسبوك انستجرام تيك توك او يوتيوب على استوديو اكس بودكاست. دمتم في امان الله. سلام.